بهذا الفيديو راح نشوف مع بعض شخص بيدعي انه افضل من الانبياء والرسل. والسماء هي اللي اوحت لي ماذا اقول. يعني عندك نفس الشهاده مع الرسل والانبياء؟ اكثر منهم. وبيقول كمان انه النبي محمد مش اخر الانبياء. يعني حسب الله العليم بكل شيء فان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء والرسل، وما هوش اخر الرسل. وبيقول كمان انه الوحي جبريل اللي كان ينزل على النبي محمد عباره عن كذبه. علاش من سيدنا جبريل هابط من السماء كملائكه ويوحي؟ هذيك كذبة جبريل، فما جبريل. معكم عمار جو، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وخاصه للي اول مره بشوفني. بهذا الفيديو راح نشوف مع بعض شخص اسمه رؤوف الوسلاتي، ويمكن في ناس منكم بيعرفوه. طالع وبدعي اشياء غريبه عجيبه، فانا قررت اني اعمل عليه اكثر من فيديو، لانه في فيديو واحد ما بلحق ارد عليه. فبهذا الفيديو انا قررت اني اجلده جلد لم يجلده جالد لمجلود. فخلينا نسمع مع بعض شو بحكي، وادعس اللي بتدعس. شنو هو اللي يخليك مؤهل؟ شنو هو اللي يخليك مؤهل لتفسير القرآن؟ هو اني عدت للاصل وقريت في جامعة السماء اللي يتخرج منها جميع الرسل والانبياء، والسماء هي اللي اوحت لي ماذا اقول. يعني عندك نفس الشهادة مع الرسل والانبياء؟ اكثر منهم، لاني انا اليوم في عصر اقوى منهم جدا. اليوم انا كيفت الهواء، اليوم انا نسير في الطيارات عن بعد وكل شيء. هو كان يركب في ناقه، هو كان يتغوط في الخلاء. انا عندي معناها ماء مسكوب وطلح منضود وكذا وشيء، معناها في عالم اخر. يعني لو انت تحيي الصحابه والرسول مش يجيوا اليوم ويشوفوا وين احنا نعيشوا، تو يقول انتم رضي الله عليكم رضي الله عنكم، مش احنا ما عندناش الامكانيات هذه اللي عندكم. يعني نفهم من كلامك انه انت افضل من الانبياء والرسل وافضل من الصحابه، وما شاء الله وثقان بحالك كثير. بعدين شو هالمقارنات هاي العجيبه الغريبه الموجوده عندك؟ يعني لانك انت عايش بعصر التكنولوجيا وعصر التطور معناته هيك انت افضل من الانبياء والصحابه؟ بتعرف انه كلامك هذا بستحي اني اكتبه بموضوع تعبير لطلاب صف اول ابتدائي. الانبياء والرسل والصحابه لما بدك تذكرهم بتحط ايدك على راسك. قال شو؟ قال افضل منهم. قال لو شيخ سني يطلب مناظرتك ويقنعك، يحب يقنعك بأن الأحاديث النبوية هي أحاديث صحيحة، هل تقبل مناظرة مثل هذا النوع؟ أنا ليس لي نظير ولن أناظر الجاهلين أبدا. أنا أعتبرهم كما قلت لك من الأول علماء جهلاء المسلمين، ناس هم ما يعرفوا حتى شيء. يا سلام، لا أرد على الجاهلين، أما أنت نابغة علم، كلك علم. العلم بنقط منك تنقيط. الثقة اللي عندك بصراحة تستحق الدفن. بصراحة أنت مستواك إنك تناقش ناس ما بتفهم، لأنه مستحيل إنك تلاقي شخص بفهم يقبل يناقشك. إذا كان الله كان إنسان، علاش من سيدنا جبريل هابط من السماء كملائكة ويوحي؟ هذيك كذبة جبريل. الوحي جبريل كذبة حكيت لي. أما أنت كلامك كله صدق. يا زلمة اللي مثلك أصلا لو عندهم ذرة خجل ما بيسترجوا إنهم يطلعوا يحكوا هذا الكلام، لكن أنت وأمثالك ما بتعرفوا شو يعني خجل، لأنه لو بتعرفوا شو يعني خجل كان احترمتوا المشاهد على الأقل. يعني حسب الله العليم بكل شيء فان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل، وما هوش آخر الرسل. قال لك هنا وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما قالش وخاتم النبيين والرسل. يعني نفهم من كلامك انه انت اخر الانبياء والرسل، مش النبي محمد عليه الصلاة والسلام. انا نفسي افهم شو الصنف اللي بتتعاطاه. اكيد الصنف مغشوش. شوف خليني احكي لك، الناس اللي مثلك راح اضل اطلعهم وافرجيهم للمشاهدين مشان يضحكوا عليهم. انا حكيت لك راح اعمل عنك اكثر من فيديو، لانه هذا الفيديو كان رد خفيف لطيف بس، لانه يا جماعة هذا الانسان بدعي شغلات ثانية كمان، فخليتها لفيديوهات ثانية عشان ارد عليها. وانتوا يا جماعة شو رايكم باللي سمعتوه واللي شفتوه؟ اكتبوا لنا اراءكم بالتعليقات، بستناكم.